عملت محشي وبط بقى ايه حكاية يستاهل بقك. الريحة تجيبك من اخر الشارع، محشي على اصوله. يلا اقولك الطريقة ازاي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة هتضيفي الطماطم في الخلاط وهتضربيها. هتكوني مجهزة البصل بتاعك، وهترش عليه التوابل مع شوية كمون وشوية فلفل اسود، بهارات طبعا البهارات اللي عندك، وتفضلي تقلبي ونص كوباية زيت او كوباية زيت. هتضيفي عليهم الطماطم وبعدين ترفعيهم على النار يتسبكوا. هتكوني مجهزة الورق بتاعك وسلقاه، سلق الكرنب ومقطعها زي ما انتم شايفين كده، وانا عملت لكم فيديو بسلق الكرنب وتقطيعها بسهوله. تكوني مجهزه الرز بتاعك وغسلاه، واول ما الصلصه تتسبك ضيفي عليها على طول على الرز، وتكوني مجهزه التومه بتاعتك الدقه، كزبره وكمون وفلفل اسود والتوم بتاعك، وتقلبيهم كلك على بعض، الصلصه والرز بالتوم بكل حاجه على بعضها مع شويه زيت. وتكوني مجهزه الحله بتاعتك، الورق التخين اللي هو في الكرنب الزياده بتحطيه في قعر الحله عشان الحله لو اتحرقت المحشي ما يتحرقش معاكي، او يساعد في تطيب برضو المحشي. هنبدأ نلف المحشي زي ما انتم شايفين كده، لف بالراحة واحدة واحدة. هنكون مجهزنا كده الحلة بنرص فيها المحشي على بعضه، وكده الحلة كلها اتكملت عندنا. نكون مجهزين شوية مية سخنين عشان خاطر البطة نرفعها على النار، وغسلين البطة بتاعتنا بشوية ملح وليمون وخل وزي ما انت شايفة. واول ما الميه تغلي هنضيف البطه، بس هنشيل الريم بتاعها، الريم بتاع البطه اول ما البطه هتغلي هتطلع شويه ريم هنشيلهم، ونضيف عليهم التوابل بقى، فلفل اسود وورق لوري وبصل. والطماطم بتاعتك هتجهزيها بصلايه مضروبه في الخلاط مع طماطمايه، هتعمل معاك الشوربه، هتخليها في حته تانية. وكده الشوربه هتغلي والبطه هتغلي بالشوربه تطيب. هنضيف كوز او كوبايتين مرقه شوربه يعني على المحشي، وهو ايه هيطيب. احنا هنطيب المحشي بالشوربه بتاعتنا، بتدي طعم خطير. هنجهز البطنه، كنا جهزنا البطه بقى وحمرناها وظبطناها، وكده احنا بنسقي لما المحشي يتشرب بتسقيه شويه سمنه او شويه زيت او زبده او قشطه اللي انت عندك، زي ما انتوا شايفين كده. الاكل طاب وجهز معايا وفردته على الصينيه، وبألف هنا. ويا ريت لو وصلت لحد هنا ما تنسونيش في لايك وكومنت، والصلاه على النبي في الكومنت.